الذكاء العاطفي. كي جيت نحكي في هذا الموضوع الذكاء العاطفي خطرة الأولى سقسيت روحي واحد السؤال: واش الإسلام تراك ذكي عاطفيا باش تبقى توري للناس كيفاش تكون ذكية عاطفيا؟ لو كان ما تسقسيش روحك هذا السؤال هو انعكاس للغباء العاطفي. أغلب صناع المحتوى في لي ريزو سوسيو كي يحكوا على الذكاء العاطفي راح يحكوا عليه بمنطلق الأفكار الغربية، وكل ما نلقى واحد يهضر على الذكاء العاطفي تلقى المصدر تاعو هو الكتاب الشهير للذكاء العاطفي لدانيال جولمان. خوتي هو واحد الكتاب، مش أنا جاي نقول لك مش كتاب مليح، هو كتاب واعر فيه واحد الأفكار واعرة، فيه واحد التفصيل ميدال كذا منه واعر، راح تستفيد منه راح تستفيد منه. ولكن الحاجه اللي ما حكى عليها حتى واحد راح نحكوها في هذا الفيديو. دانيال جولمان هذا رجل امريكي عالم نفس كذا منا، دار واحد الكتاب اسمه الذكاء العاطفي. كي نقول لك رجل امريكي معناتها رجل غربي، والانسان الغربي يؤمن بان هناك حياه واحده، يعني هو يشوف في روحه باللي ماهوش راح يتحاسب فيما بعد. والانسان اللي ما يشوفش روحه راح يتحاسب فيما بعد تكون جميع سلوكياته نابعه عن المصلحه الشخصيه. وهذا مش عيب انه الانسان يخمم في روحه يخمم في صوالحه، لكن لو كان تقرا الكتاب بواحد الطريقه اعمق هو يستهدف يعني الرجال المهنيين، البيزنس مان، كيفاش الانتربرونوريا، التاثير على الناس. يعني هذه الافكار من جاي نقول لك خاطئه، ولكن هذه الافكار ناقصه. وشنو هي الحاجه الناقصه؟ لو كان تجيب هذه السلوكيات ولا الافكار اللي في هذا الكتاب اللي كتبه الانسان الغربي، لو كان دير له اسقاط في الجزائر ولا في دوله مسلمه. حنا كمسلمين عندنا منظومه قيميه اخرى، نحن نؤمن بالاستخلاف في الارض، على باسكو اني جاعل في الارض خليفه. حنا نامنوا باللي راح الله سبحانه وتعالى يحاسبنا الجنه والنار كذا من هذا. وش ينتج واحد السلوكيات مختلفه تماما عن المنطلقات الغربيه. السلوكيات تاعو حتى نكون واحد ما يشوفني راني رايح نتحاسب عليه. يعني الفكره احنا كمسلمين ما نامنوش بالعاطفه كاداه، كما قال خونا في الكتاب هو يامن بالعاطفه كاداه باش تقضي صوالحك. اما احنا كمسلمين نامنوا بالعاطفه كامانه واللي لازمك ديرها باش يحاسبك ربي عليها. الرحمه، الامانه، الرأفه، التعاون، طاعه الوالدين والى اخره. يعني المشكل اللي شفته الاغلب الناس اللي تهضر في لي ريزو سوسيو، المشكل مش في الكتاب ولا الافكار اللي في الكتاب، المشكل انعدام فلتره الافكار التي هي في الكتاب. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم. انسان يقرا الكتب الغربيه، انسان مثقف، وهذه صارت لي انا شخصيا، يعني نحاول نطبق واحد الصوالح اللي مانيش انا اصلا. نقراو الكتب الغربيه، نحاولوا نثقفوا، نستهلكوا النصائح الغربيه، الموتيفاسيون وهذيك الصوالح، ولكن كي تحاول تطبق تلقى واحد الصراع داخلي. والمشكل مش في الافكار ولا المصطلحات، ولا المشكل في عدم ايجاد النسخه المناسبه لك. يعني مثلا تلقى واحد في لي ريزو سوسيو يقول كن قويا قابل المرايه، واللي انت هذيك الشخص لازمك تكون قادر، لازم يموتيفيك. خلاص نوض يا صباح تقابل روحك في المرايه: انا قوي، انا ندير، انا كاين، انا نقدر ندير كل شيء. والشباب الجزائري تعجبوا هذيك الفكره باسكو فيها الموتيفاسيون. فاش تخرج موتيفي راح تنافيكي خدمه راح دير كذا، تخرج في اول جانا يقول لك يا ودي حكايتك تاع راك شايب راسك. فاهم؟ هنا فاش ترجع لدار. يعني التحليل تاع هذا السلوك هو صح راك قدمت خطوه وصح افونسيت وصح راح حوست على خدمه، ولكن هذيك الخطوه رجعتك 3 خطوات للور، تولي تحوس هات الله ترجع قال واش كنت. المهم ندخلوا ديريكت في الموضوع ونحكوا على اول حاجه وهي الغباء العاطفي. واش هو الغباء العاطفي؟ راك شايف كيفاش تسمع ديك الموسيقى تاع الراي وتحسها تمثلك وتبقى تلقى تحزن وكذا وتروح معاه بعيد واثرت في هذه الموسيقى وكذا، من فاش تاثر فيك هو انعكاس لغبائك العاطفي. علاه؟ باسكو اول حاجه في الذكاء العاطفي واش هي معرفه ذاتك. باسكو ديك الموسيقى والكلمات اللي فيها هي واحد الشعور انت حاسه ما عرفتش كيفاش تعبر عليه وعبرت لك عليه ديك الموسيقى، اوتوماتيكمون تتاثر وتسمع حسني وتروح للخبطه والسكره ولا مش عارف شي يروح يدير، الله المستعان. وهو في الاصل ماذا؟ انعدام وجود الذكاء العاطفي. واول عامل في الذكاء العاطفي هو معرفة الذات، يعني هو انعكاس بأنك لا تعرف نفسك. وهذا أول إكزامبل نعطيك على الغباء العاطفي. والله مثلا واحد قاعد في القهوة يحكي على السياسة، يحكي على إيران، يحكي على البانو، يفهم في هذه يفهم في هذيك، زي ما تلقاه يطيح. ولكن فاش يدخل دارهم امه ما يعرفش يتعامل معاها، فاش يدخل دارهم مرته اللي هي عايشة معاه كذا ما يعرفش كيفاش يتصرف معاها. يعني هو مش فاهم مرته ويحاول يفهم واحد الصوالح اللي ما تفيده بحتى حاجة. هذا بالضبط ما يسمى بالغباء العاطفي. والله ذاك اللي يدخل دارهم من الخدمة تعبانة فاهم، واللي قابلوه يصادفوه فاهم، يقابلوا مرته يصادفها، وليدو يصادفوا خوه يصادفوا تحت يصادف، هو مش عارف روحه واش راه يدير، وهو انعدام لمعرفة سبب هذا الضغط. المهم خوتي باش تعرف هذاك الانسان غبي عاطفيا نشوفه في 3 صوالح. تلقاه يعيط فور نو ريزن، هكذاك تلقاه يعيط على امه على اخته على دارهم على كذا، يعني تلقاه يعيط يخرج العفسه الدوزيام ما تعرفوش اصلا واش راه يحس، ولا هو مش عارف روحه واش راه يحس. والحاجه التروازيام تلقاه عارف روحه واش راه يحس ولكن ما يقدرش يعبر على افكاره، تلقاه يتهرب الكلمات تهرب له ما بانيكي كذا منه. يعني هذو 3 صوالح اللي بانت لي باش نقولهم لك. انا مش عارف اذا كانوا كاينين صوالح اخرين بالك نحكوا عليهم في فيديوهات اخرى صح. وهنا لحقنا باش نحكوا على الذكاء العاطفي. تلقى راجل تخرج للشارع تلقاه مترفه دراهم باذخ خالي عليه دراهمك فاهم حاجه دراهم صوارده امورات هكذا من نفسه، تلقاه مبلي صح، تلقاه يتبع في بنات الناس، تلقاه مديقوتي ولا تلقاه يريح مع دي جان صقار هكذاك يخلص عليهم يفورني عليهم. يعني تبقى حايره صاحبي تقول هذا الانسان واش راه خاص هو صاحبي دراهم صوارد كذا من تلقاه سكرين خاري على
عاودتها صاحبي، اعتذر، دير روحك ما سمعتش. يعني ديما تبقى مشوكي، وهذا الشوك خاطئ. علاه؟ باسكو انت شفته بواحد النظره منطقيه، شفتو بواحد النظره، نظره النجاح، نظره ماديه. اما تحقيق السعاده راه لازم واحد الجانب عاطفي يا صاحبي. راه قادر تكون اش ملياردير ولكن تعاني من الكآبه يا صاحبي، وقادر تلقى انسان فقير برو ماكس ولكن تلقى انسان سعيد رغم الفقر ولكن تلقى سعيد. يعني هنا نستنتج بان السعاده هي في المشاعر، والحاجه اللي خلت هذاك الانسان دوباز باش يدير دراهم هي المشاعر. يعني هو يبحث عن السعاده من خلال المال، وفاش بقى يتعب ينافيغي يطيح وينوض يتعب والحق للطوب ولكن مش عارفش بالسعاده. وهنا واش يدير؟ يقوم بتعويض اختلال التوازن الداخلي ما بين العاطفه والماده، باسكو يعني هي فيها نوع من انواع السعاده، الماده والمال والبنون زينه الحياه الدنيا، ولكن مش هي السعاده. يعني الفكره اللي حبيت نوصلها لك انه هو اصلا الحاجه اللي خلاته يدير الدراهم هو يبحث عن المشاعر السعاده، وفاش لحق يدير الدراهم ولا 10 ملياردير هو لا يشعر بالسعاده. علاه؟ باسكو ما عندوش داك التوازن الداخلي ما بين السعاده الماديه والسعاده العاطفيه. وهنا فاش يلحق داك الطوب وما عندوش داك التوازن الداخلي يقوم بتعويضه بالغرائز، يلعب ببنات الناس، يدخل في قذاره النساء، يدخل في لا يدخل في هذه يدير هذه، تلقى يخلطك. فهم؟ هو مش فاهم روحه، ما عنده دراهم ناجح ماديا ولكن تلقاه غبي عاطفيا. فاهم منين جات هذه الفكره؟ باسكو مش قادر يقعد مع روحه ويقابل روحه، خصو ديما يهرم الوعي، خصو ديما يلقى واحد الجماعه يخلص عليهم، هذيك الطفله يفرني عليها، هذاك يدير هذه، خصو ديما يدير واحد الحاجه تنسيه. تلقاهم في الملاهي الليليه يبرحوا بواحد المبالغ خياليه، تبقى حاير صاحبي علاه راه يبرح كيماك، على هذه الدراهم كذا منه. هو كاع باش يبحث على ذاك الشعور، هو كاع لتعويض ذلك الخلل الداخلي. وهنا يجي الفيلسوف باسكال لخص كاع هذه في واحد العباره جميله جدا: كل مشاكل الانسانيه تنبع من عجز الانسان عن الجلوس وحيدا في غرفته. وشكون هو الانسان اللي يهرب من روحه؟ هو الانسان اللي ما يعرفش روحه، وهذا بالضبط ما يعالجه الذكاء العاطفي. صح، اسلام وش هو الذكاء العاطفي ببساطه وتلاغه ولا بقى. بون اذا رجعت الكتاب تاع الذكاء العاطفي تلقاه يقوم على 5 أعمدة. انا نعطيك واش فهمت. اول حاجه وهو الوعي بالذات، من انا، واش راني ندير، وش العقد النفسيه اللي فيا، كيفاش انا تربيت، كيف راني نخمم كيماك، علاه راني ندير هكا، علاه مش ندير هكا، علاه انا كي نشوف واحد في لي ريزو سوسيو داير ايفون وداير كوركزين غير، واش انا لو كان نولي كيما هو صح نولي انسان سعيد؟ بالطبع ماكش راح تكون انسان سعيد. علاه؟ باسكو كي تلحق لهذاك ستاج تبقى تشوف واحد ستاج واحد اخر، راك فاهم؟ وكي تلحق داك ستاج تلقى راك تشوف ستاج واحد اخر، والحياه والماديات ديما تتغير. يعني اذا ربطت الذات نتاعك بالماديات هنا راك واحد الانسان خاطئ. والعفسه الدوزيام هي السيلف كنترول، اداره الذات، وهذه هضرنا عليها قبل وقيله في رمضان في الانستغرام. وين قلت لك الانسان كي يكون صايم ويجي واحد يدوس معاه راح يقول له اني صائم اني صائم، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه كلمه اني صائم اني صائم هي كفيله لاعطائنا درس في اداره الذات. كي تقول كلمه اني صائم اني صائم، اول حاجه هو عارفك باللي راك صايم، وهنا ضمنيا راك علمت روحك باللي راك صايم، لا تتنرفز باسكو راك راح تفطر وتخسر رمضان. وهنا واش راك درت؟ ادرت نفسك وادرت العلاقه وحافظت على العلاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والحاجه الطروازيام اللي نشوف فيها هنا وهي انضباط الذات، وهذو قاعدين راه كل واحده خصها عليها فيديو طويل ونقصروا عليها الاس كذا. اذا حبيتوا نحكي عليها قول لي في الكومونتير. المهم خاوتي، الذكاء العاطفي يعني لو كان تبعني واش راني كنت نقول لك لي زيكزامبل كذا منها راح تفهم بان الذكاء العاطفي هو التوازن ما بين الاحساس وما تفعله، توازن ما بين النجاح الخارجي والسلام الداخلي. هذا بالضبط هو الانسان الذكي عاطفيا، هو الانسان اللي يعبر على افكاره وما يدسش، ما يبقاش داسي طرطق كالكابويه. تلقى يسقسي روحه هذيك علاه زعفتني، هذيك علاه فرحتني، هذيك علاه دارت لي، انا واش راني ندير، انا واش هي المشاعر تاعي، وانا كيفاش جاني هذا السلوك. يعني الانسان الذكي عاطفيا هو الانسان اللي يعبر على روحه، يعبر على افكاره، يعبر على الفيلينغز تاعو، يفهم الافكار تاعو. انا علاه حسيت هاك، انا علاه جاتني هذه هاك، باسكو انا تربيت على واحد الطريقه، اذا هذا الديفو راه في التربيه، خصني نعالج هذا الديفو. وهنا صاحبي رانا ماناش نحكوا على الفيلينغز ولا المشاعر بذاتها، يعني مش نحكي لك مثلا على الحزن ولا على الغضب، انا نحكي لك باش تكتشف واحد الصوالح اللي هي خلاتك تحزن ولا خلاتك تغضب ولا خلاتك تزعف. وكاع اسمع لك خربت تحكم في مشاعرك، تلقى كتب قاعد دايرين على كلمه التحكم في المشاعر، لا تكن عاطفيا، لا تكن كذا، لا تكن كذا. صاحبي it doesn't work like that. صاحبي ما تعاملش المشاعر على انها هي العدو تاعك، لان المشاعر هي عرض من اعراض لخلل في المعتقد، لان المعتقد هو الذي ينتج هذه المشاعر. يعني كي تلقى واحد في لي ريزو سوسيو انا يستفزوني انا صراحه، تلقى يقول لك لا تحزن، لا تغضب، ما تزعفش، نورمال، لا يعني عارف اش راه يدير، يعني شغل باش نمد لك واحد ليكزامبل يكون اقرب ليك وتفهمها ديريكت. هي مثلا انت مريض بالحمى وعندك الحمى ورحت للطبيب، ما عطالكش الدواء تاع الفيروس اللي دار لك هذا الحمى، عطالك الدواء تاع الحمى باش تنقص لك الحمى. يعني المشاعر هي نتيجه لخلل في المعتقد. يعني الانسان اللي تلقاه زعفان المشكل تاعو مش الزعاف، يعني الانسان اللي تلقاه حزين مثلا المشكل تاعو مش الحزن. كلها اعراض لتفسير شيء واحد عميق وهو المعتقد. واش هو المعتقد يا اسلام؟ حكينا عليه في الفيديو اللي فات تاع الكاريزما المزيفه، وراح نزيدو نحكوا عليه دركا بواحد الطريقه هكذاك باش كل شيء يتحسن.
المعتقد بطريقه بسيطه في هذا السياق اللي رانا نشوف فيه تلحق ديريكت هو انك تقول واحد الحاجه على روحك وتصدقها. وفاش تكتشف المعتقد اللي راك تمشي به في الحياه اقعد مع روحك يا صاحبي وتجوك هذيك الافكار، روح سقسي روحك منين جاتك هذيك الافكار. فاش تبدا تسقسي في روحك وتصارح روحك تبدا تكتشف المعتقد تاعك. يعني مثلا انا ما نستاهلش، الناس منبطحه، الناس رايحين كاع يخونوني في التالي، والنجاح هو واحد الحاجه اللي خاصه بواحد الناس، انا خاطيني، أنا ضعيف، انا مسكين، انا كذا. هذه الجمل هي بالضبط المعتقد، وهي التي تولد المشاعر، والمشاعر تولد السلوكيات، والسلوكيات تولد الحياه. وانت كيفاش راك حاب تكون حياتك؟ كيفاش يتشكل هذا المعتقد دو باز؟ طفل هو صغير اول حاجه قريبه عليه والديه، مثلا والديه يقولوا له انت حمار. يعني اذا كانت الام ولا الوالده اللي بالنسبه لك طفل صغير اللي هي واحد الكيان كبير يقول له انت يا حمار، اوتوماتيكمون هذه تتخبى عنده، تدس عنده في الدماغ تاعو. يعني بالك انت درك ما تفكرهاش، ولكن عقلك اللاواعي راه متفكرها. وهذه الفكره مدسوسه في العقل اللاواعي، خاصك تجبدها وتفايتيها. كيما نقول لك تجبدها وتفايتيها كيفاه؟ يعني على حساب واش قريت ما تقدرش تمحي هذيك الفكره القديمه، وانما تقدر دير واحد الخانه جديده، يكون الجسم تاعك ولا الباري تاعك يتعامل من خلال هذيك الخانه الجديده. كيفاش خانه؟ يعني عقلك هو واحد البيبان، واحد الخانات هكذاك، يعني خانه 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 خانه، وانت حاول تغير دير واحد الخانات جديده بواش بواحد السلوكيات جديده. وهذا واحد المنظور اخر خاص بالنوروبيولوجي، بالك نحكوا عليه من بعد ولا نحكي عليه في الكتاب تاعي، والله مانيش عارف. يعني افكار راح تعجبكم بحول الله. وهذه الافكار اللي متسوسه في العقل اللاواعي هي التي تشكل توجيه افكارك. ان شاء الله تكون فهمتني صاحبي، مش قادر نعاود. يعني هنا المجتمع والمواقف والحوايج اللي تصرى لك وكانها تؤكد تلك الافكار اللي قالوها لك في دارك، فاهم؟ وتتجذر في اللاواعي، تتدخل داخل ياك، وهنا يتشكل لك المعتقد. هنا تلقى عندك واحد الافكار السلبيه اللي انت اصلا مش عارف منين تجيك هذه الافكار السلبيه، منين تجيك؟ من المعتقد. يعني جوهر المشاعر والتحكم في العواطف وكذا، من اول حاجه غير المعتقد تاعك. تغير المعتقد تاعك راح تبدل ياسر صوالح. وهنا كل ما تزيد تبحث على روحك، تسقسي روحك على راني ندير هاك، على راني نخدمك، تسقسي كاع هذو الاسئله حتى تصل الى السؤال الوجودي، وهو من انا. ومن انا مش اسمك وين تسكن وين كذا من تعليك ولا ذاك. اي واحد تقصيه تقول له شكون انت، يقول لك انا فلان نخدم كذا ونخدم كذا، ولكن في الحقيقه هذه صفات، هذه ادوار، مش الهويه نتاعك. وعندما تبني الهويه تاعك بواحد الدور عندك، هنا فاش يروح لك الدور رحت انت. وهنا مثلا انت اللي راك تشوف فيه تبني روحك من خلال الادوار اللي راك دير فيهم. يعني مثلا تقول لي انا انسان غني، اوتوماتيكمون راك قلت لي باللي لو كان ما نوليش انسان غني اذا انا مانيش بنادم. لقيتك الفكره؟ يعني كيما ذاك خونا اللي تلقاه مثلا عنده سيري سات غولف ويت مش عارفش عنده قاعد، فاهم؟ هذاك فاش يجيه الكوراج ويقدر يهبط ويحكي مع البنات. ولكن فاش تروح له الغولف سات واللبسه والايفون 17 وهذوك الصوالح ما يقدرش يقول كلمه قدام البنات. علاه؟ باسكو هو يشوف في الوجود نتاعو بالدراهم. وهنا واش راه دار؟ ربط روحه بالدراهم. والانسان اللي يربط روحه بالدراهم يعيش اسوء حياه. علاه؟ باسكو يبقى ديما يجري ورا الدنيا. وهنا حكينا على ديك الفكره نورمالمون في فيديوهات اليوتيوب على المتعه الماديه والمتعه الروحيه والمتعه العقليه. صح، وقتها تبدا المشاكل تسقسي روحك ماذا اريد. الانسان اللي ما يعرفش الذات تاعو، اللي ما يعرفش كلمه من انا، تجده يريد ما يريد المجتمع منه. علاه؟ باسكو اصلا ما اكتشفش روحه، هو مش عارف روحه واش راه يحوس، اوتوماتيكمون تلقاه يحوس واش يحوس المجتمع. علاه؟ باسكو اصلا ما سقساش روحه هذه الاسئله الوجوديه، من انا. يعني باختصار الإنسان الذي لا يعرف نفسه سيريد الحياة التي يريدها الآخر، ويعيش حياة ليست حياته، ويعيش في صراعات داخلية، ويشعر بفراغ لا يفهمه. والإنسان اللي يحس بالفراغ هو خيانة للنفس. قول قالها اسلام صح. وفاش تشكل واحد المعتقد جديد كما قلت لك قبل، يعني المعتقدات اللي في راسك ولا الافكار اللي في اللاواعي نتاعك هي واحد الخانات ولا واحد البيبان ولا واحد الصناديق. هذوك الخانات موجوده ومستحيل تقدر تمحيها، تقدر تبدلها. يعني يولي الافكار اللي تجيك تولي ما تجيكش من ذاك الباب ولا من ذاك المعتقد اللي في اللاواعي نتاعك، تولي تجيك من باب جديد. يعني كيفاش دير واحد المعتقد جديد؟ كيفاش دير؟ كما قلت لك في الاول، انا قلت هذه الحاجه لروحي وانا صدقتها. مثلا تقول انا ثايق في روحي، اذا راح تولي ثايق في روحك. والفيديو اللي فات واش حكينا على الثقه في النفس؟ قلنا الانسان باش يلحق لمرحله الثقه في النفس لازم الانجازات. يعني راه حاجه بشويه 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 حتى انت تلحق تشكل واحد الخانه جديده اللي في العقل تاعك، اللي انا واثق من روحي صح. يعني مثلا الانسان الذي لا يستطيع ان يحب لن يتغير بقراءته لملايين الكتب في الحب والمشاعر وذوك الصوالح، مستحيل يتبدل الا اذا فعل شيئا صغيرا يثبت العكس. مره زوج ثلاثه، هنا راك اكتسبت واحد المعتقد جديد. يعني مثلا تقول انا ما انا فاشل، فاش تنوض تنجح وفاش دير واحد الانجاز مره زوج ثلاثه 20 مره، هنا تولي واحد الانسان كونفيدنت برو ماكس. يعني يبقى التكرار والتكرار حتى يتشكل المعتقد الجديد، يعني يتشكل لك هذاك الصندوق الجديد، ومن خلاله تنبثق افكارك. يعني كاع الافكار تولي عندك الافكار ايجابيه. ولكن احنا كمسلمين عندنا واحد الميزه واعره صاحبي. يعني مثلا الانسان الغربي ولا في كتاب الذكاء العاطفي دائما كي يحكم على ذلك السلوك يحكم من المعتقد. والمعتقد وين قلنا موجود في العقل، والعقل في نظر الاسلام عقل متحيز متعب يعني ضيق. ولكن المسلم يرجع الى شيء اكبر من عقله وهو الوحي. عندما يسال نفسه من انا
ما تكونش اجابه فلسفيه وهباط واطلع وحواس وقدام. من انا خليفه الله في الارض. اوتوماتيكمون فاش تكون واحد الانسان تشوف في روحك باللي مستخلف في الارض تنتج لك واحد السلوكيات، تعاون، تآزر، التفكير تاعك يولي ايجابي. هذه الجمله البسيطه انا خليفه الله في الارض كافيه، ولو كنت امن بها كافيه بتدمير عشرات المعتقدات السلبيه. وعندما يسال ما يريد الاجابه هنا ما تكونش جماعيه، ما نوليش مش نحوس انا وش يحوس المجتمع. انا اريد رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا يحرره من سجن موافقه الناس. المسلم عنده اقوى نظام لاصلاح المعتقد الاسلامي وهو 5 صلوات في اليوم. وبعض الافكار اللي حكينا عليها في الفيديو رغم التبسيط اللي مديته لك راه هي في حد ذاتها تحتاج لفيديوهات. المهم خاوتي هنا يكون خلاص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنساش تخلي لي رايك في الكومونتير، رايك باسكو مش على جال الريتش، هو على جال الريتش تاع الكونت باينه، ولكن رايك باش ندخلوا في واحد باش انا نستفيد منك وانت تستفيد مني واللي يقرا لي كومونتير يستفيد منك هكذاك، باش تخلق واحد الجو للحديث عن الذكاء العاطفي وش هي اخطاء وش هي كلام من الى. ولا ما تنسى السبسكرايب والجام والبارطاج والى اخره. ونشوفكم في فيديو اخر موضوع اخر، رغم انه الموضوع تلقاه مستهلك والناس قاعد تحكي فيه، ولكن كي نحكي فيه انا دائما نمد لك واحد المنظور اخر، دائما كاين اللمسه تاعنا الحمد لله، فاهم. المهم نشوفكم في فيديو اخر، سلام.